السلام عليكم، معكم محمد مالو من قناة بيكانولوجي. النهاردة هنكمل كورس الباوربوينت بتاعنا. أول حاجة هنعملها هنروح على قائمة insert. دلوقتي أنا عايز أضيف تكست في كذا طريقة. ممكن دلوقتي أضغط على المربع ده اللي هو تكست بوكس وأكتب كده، فكده حطيت مربع. ده دلوقتي مربع بكتب فيه أي كلام وأقدر أحركه من مكان أحطه في أي حتة. أقدر أعدل فيه في الكلام اللي أنا كاتبه ده، أديله لون، الحجم بتاعه أغيره براحتي. فأنت تكبره براحتك، تغير الخط بتاعك، تعمل في أي حاجة. طبعا كتب أي كلام. تمام، احنا كده دلوقتي مسحناه، ضغطنا على ديليت فمسحناه. طب رحت على انسيرت تاني، لو ضغطت بقى على كلمة وورد ارت دي، ضغطت عليها كده واخترت اي حاجة من دول، ظهر لي مربع يور تكست هير. فانت لما تكتبه هيديك بالشكل ده بالظبط. هكتب مثلا محمد، شفت وداك نفس اللون نفس الحجم نفس كل حاجة. ليه؟ لان انت اخترت من طريقة التكست ارت او الوورد ارت. في كذا شكل انت ممكن تكتب. لو مثلا عملت حاجة تانية مثلا كتبت وورد محمد هنا، فاهم؟ دي طريقة ودي طريقة. طبعا الصندوق تقدر تتحرك تحطه في أي مكان. طبعا انت ممكن تعدل فيه براحتك لو انت عايز تعدل فيه عادي. انت بتعدل في الشكل من بره، انت عايز بقى تعدل فيه من هنا ممكن تعدل فيه تاني براحتك زي ما انت عايز. عايز تديله أي شكل 3D ممكن تغيره برضو عادي، فاهم؟ تمام يعني. برضو محتاج تغير الصندوق بتاعك، تديله نفس البعد عشان يبقى ايه مع بعض. ده الجزء بتاع ايه التكست. احنا كده خلصنا الجزء بتاع التكست، كله واضح، كل حاجة فيه واضحة. عندك انزل، عندك تكست بوكس او الوورد ارت، او تكتب ايه عادي في صندوق من الصناديق دي لو انت عايز تكتب اي حاجة. ننقل بقى على نقطة تانية مهمة اللي هي الهيدر. برضو من قائمة نفس القائمة، قائمة insert، عندي كلمة هيدر دي لو ضغطت عليها كده. أول حاجة الديت تايم، انت عندك الابديت اوتوماتيك او الفيكس. الفيكس ده انت بتكتب تاريخ ثابت تفضل ثابت عليه، اللي هو بتاع النهاردة مثلا هكتبه خلاص. الابديت ده اللي هو ايه تاريخ النهاردة، هو بيكتبه لوحده النهاردة تلقائي. تمام. سلايد نمبر، انت عايز سلايد نمبر تبقى ظاهرة في الجنب ده. فده لو انت عايز تكتب حاجة معينة، مثلا تكتب مثلا اي حاجة محمد. تمام، هنسيب النوت دلوقتي، نكتب اول حاجة احنا عملنا دي، نقوم عاملين ايه ابلاي. فتلاقي تحت مكتوب عندك اهو محمد، مكتوبة تحت التاريخ، مكتوب رقم السلايد ايه مثلا 11. رحنا عليها تاني، مثلا انت عايز تشيل مثلا الاسم ده، فخلاص عملنا ابلاي. هتلاقي ايه دي بس 11. هترجع خطوة لورا مش هتلاقي شغالة، لان احنا عملنا على الهيدر دي بس، معملناش ابلاي اول. لو عملنا ابلاي تو اول هتبقى على كله. طيب مثلا احنا مجموعة شغالين على البروجكت ده، فمحتاجين ندي لبعض بعض الملاحظات مثلا عشان لما حد يجي يكمل بعد الشغل يبقى فاهم من عامل ده ليه، او كاتب دي ليه، او كاتب الملحوظة دي ليه. فممكن تبقى في حاجة اسمها عندنا اسمها كومنت. الكومنت ده بتضيفه، مثلا هتضيفها مثلا نعمل كومنت فوق خلاص العلامة دي اللي كانت عندك كومنت كاتبه مثلا على محمد مثلا. انت تقوم كاتب بقى هنا في الكومنت ده اي رقم براحتك. انت خلاص انت كده ايه كتبته. تمام. العلامة دي كده موجودة في حد عارف اللي ده فيه كومنت، لو ضغطت عليه على طول تفتح لك الصفحة دي. في مكتوب ايه اتكتب امتى برضه، مين اللي كاتبه، يعني الكمبيوتر انهي كمبيوتر اللي كاتبه، مكتوب ماله عشان يجي اسم الجهاز بتاعي. فانت لازم تبقى الملاحظات دي لو انت شغال مع تيم كامل، لازم تكتب الملاحظات عشان تفهموا بعض، بدل ما كل شويه تتصل بيك لان كاتب لك كومنت هنا موجوده. اي حد هيشتغل هيبقى عارف المشكله بسبب ايه، او انا كاتب ده ليه، او السبب او كده. طب انت عايز تشيلها، بتقوم ضاغط عليها ايه ديليت، خلاص تقوم ممسوحه، تقوم ايه مسحها دي من عندك. تمام. برضو في حاجه تانية مهمه ممكن نقولك عليها، مثلا عايز تضيف ايكون. فهو البرنامج فيه مجموعه من الايكون تبع البرنامج اصلا، ايكون زي دي. تمام. انا عايز اضيف صوره، في صور اصلا محفوظه في الجهاز، مش جهاز هنا، لا في البرنامج يعني مع البرنامج. دي صور متسمح لك تستخدمها. وفي برضو زي الانيميشن كده بتاع الاشخاص، ممكن تستخدمه برضو في اي وقت. وفي حاجات كتيرة في فيديو. وفي برضو بعض الحاجات الاستريشن لو انت هتستخدمها. مثلا انا مثلا نجيب شخص مثلا، نعمل insert، فهو بيجي محاولة مثلا اعمل لك داونلود البيكتشر دي على طول، تضيف عندك انت وتحط في البريزنتيشن على حسب ما انت عايز الشغل بتاعك. تمام. تقدر بقى تحدده وتعمله حاجات، عايز تعمل مش عايز تضيف حاجات براحتك يعني.
ممكن تعمله بقى بشكل تاني، ممكن تعمل بقى تسيبه زي ما هو. فاهم التعديلات دي بتاعتك انت، بس انا علمتك ازاي تضيف. تمام. دي المفروض هي اصلا اللي كانت اضافة بتاعت البيكتشر اللي هي دي اصلا اساسا في البرنامج، يعني خاصية موجودة في البرنامج. احنا دلوقتي مثلا بعد ما خلصنا الجزء ده عايزين مثلا نعمل سكرين ريكورد، عايزين نسجل حاجة ونضيفها هنا مثلا، او نحمل فيديو او نحمل اي صوت او اي حاجة. اول حاجة عندك في انسيرت هنا في حاجة اسمها سكرين ريكورد، لو ضغطت عليها كده تبدأ دي عملية التسجيل، شغل جهاز ريكورد تاني يعني. فبتعمل سيلكت ليها، تضغط على دي تحدد المنطقة اللي انت هتعمل عليها ريكورد، بس انا هسجل في المنطقة دي. تمام. فانت ممكن تبدأ تسجل دلوقتي، عايز تشغل الاوديو بتاعك او مش عايز تشغله، عايز كده شغال عادي، انت لو ضغطت عليه مش مفعل الريكورد. عايز الماوس يظهر في الريكورد ولا لا، انا تدعم علامة الريكورد يبدأ ايه يسجل لك الشغل اللي انت عايز تسجله. تمام. ده الاوديو اللي انت عايز تضيف اوديو، لو انت عايز تضيف اوديو من البي سي عندك، او عايز تسجل انت ايه ريكورد اوديو برضه ممكن تعملها، تبدا ايه تضغط عليه تسجل عادي وتسميه باي اسم انت عايزه. والفيديو ده نفس الحكايه، لو انت عايز تجيب من على الكمبيوتر عندك او من على النت او من اللي هو الستوك ده اللي احنا قلنا عليه، بس مفيش دلوقتي فالنت فصل، فانت خلاص دي انت ممكن تستخدمه. انت ممكن برضه حتى الريكورد ده تستخدمه لو انت تسجل هتصور حاجه تانية ومعندكش برنامج تصور بيه، فتصور عادي وتاخد الفيديو تبقى تحطه في الباوربوينت او تحطه بره وتحفظه عادي، هو يتحفظ لوحده مش هتتحفظ في الباوربوينت عادي، مفيش اي مشكله. فانت ممكن تستخدم حتى الباوربوينت في شغل التسجيل بتاعك، وتعمل تصور الشاشه وتعمل شرح واي حاجه انت عايزها.